تفاعل معنا من خلال التعليق وتقديم اقتراحات حتى نتطور أكثر. انا النقطه اللي ما حبيتهاش في الكلام تاع عبد المجيد تبون انه يوظف الملف التونسي في معركه مع المغرب. يا خويا اذا كان عندك معركه مع المغرب برا فوضى بعيد على الجغرافيا التونسيه وبعيد على السلطه التونسيه على ما يبدو الرئيس تبون قاعد يعمل في تصفيه حسابات على حساب تونس مع المغرب على حساب تونس مع المغرب على حساب تونس. نحكيو على حوار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البارح في قناة الجزيرة اللي حكى على مؤامرة تحاك حاليا ضد تونس من قبل العديدين، ما قالش شكون اللي قاعدين يتآمروا على تونس. يقول أيضا أنه الأمور تأزمت كثيرا منذ أن استقبلت تونس إبراهيم الغالي اللي هو زعيم جبهة البوليساريو، وصارت ضغوطات على تونس، ولكن يقول أنه الجزائر لا زالت إلى حدود اللحظة تدعم تونس ورئيسها قيس سعيد. تم سرحان تأكيد بأنك سمعت مليح البارح حوار تبون. هو دقيقة ونص على تونس لكن تنجم تحل ديبات برياس 50 ثانية حسبتها اي لكن 26 دقيقة. اي لكن كي يحكي الرئيس الجزائري راهو الرئيس الجزائري بالثقل نتاع الدولة نتاعو يتحدث على مؤامرة تونسية. لكن هل أقحم تونس في المعركة هذه؟ معنى ترى أنه بالحق الجزائر اليوم واقفة ضد هذه المؤامرة، أحب من أحب وكره من كره، والمؤامرة كبيرة ياسر، واللي الشرارة نتاعها انطلقت وقت اللي زار إبراهيم الغالي تونس. اولا احتراماتي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والشعب الجزائري الكل. انا استمعت لخطابه جيدا وللتفاصيل اللي تحدث فيها على تونس الكل، وانا اثمن ما قاله في علاقه بالملف التونسي والتزامه بمساعده تونس كما تونس زاد ساعدت الجزائر منذ الخمسينات. يعني هذه يعني الجزائر ليست استثناء في هذا الاطار، لكن انا شخصيا احب سماع الرئيس التونسي قيس سعيد اكثر من سماع عبد المجيد تبون في علاقه بالملف التونسي. اريد ان ارى تونس باعين تونسيه وليست باعين جزائريه. في علاقه بملف المؤامره انا عندي خلاف في المفهوم هذا. انا يعني نحب نستعمل لانه الصراع المفاهيمي مهم جدا ويحدد حتى الرؤى والتوازنات والتوجهات. انا نحب نستعمل مفهوم التنافس. مربع قديم، مربع نفوذ قديم، نتحدثوا بشكل مباشر على فرنسا، الولايات المتحده الامريكيه اللي تعتبر تونس بين ظفرين حديقه خلفيه وحتى حد ما نجم يمسها، ودول اخرى كما روسيا والصين اللي عندهم مربعات نفوذ قريبه من الجغرافيا التونسيه وتحاول انه تكون عندها موطئ قدم داخل هذه الجغرافيا، وبالتالي فما تنافس. ورغم ما نتصوروش نحن انه تونس هي الدوله الوحيده في العالم اللي عليها تنافس. مروا عملوا طله صغير على بعض الدول الافريقيه اللي هي عندها برشا ثروات طبيعيه. شوفوا حجم التنافس اللي موجود على الدول هذه من قبل الفرنسيين والامريكيين والصين وروسيا. يعني ماناش نحن الدوله الوحيده التي تخضع الى منطقه التنافس. لكن انا عندي اشكال كبير في انه الاستهلاك المفرط لمفهوم المؤامره. هذا الاستهلاك اللي حكى عليه خليفه قبيله وحكى عليه احمد وحكى عليه اللخيان الكل راهو اصبح اجابه فوريه حاضره لكل شيء. خارجيا اي حاجه تصير لنا تدخل في منطقه المؤامره، داخليا اي حاجه تصير تدخل في منطقه المؤامره. هذا يعمل يعني كسل فكري كبير برشا، لانه اجابه حاضره على كل شيء. نجم انت تو معز تسالني على اي حاجه اقول لك مؤامره دون ان اكلف نفسي عناء البحث والتدقيق في بعض التفاصيل. اذا كانوا يقولوا ان تونس تتعرض الى مؤامره من قبل الكل، هنا نشوفوا في دول صديقه وشقيقه تجري ليل ونهار وتحاول ان تدبر لنا ما امكن من امكانيات ماليه على الاقل باش الدوله التونسيه ما تنهارش. هذا في المستقبل الدولة التونسية توصل إلى مرحلة حرجة جدا. يعني لهنا نقولوا أنه المسألة مسألة تنافس، مسألة تنافس اقتصادي. شوف راه الواجهة نتاعو تبدو سياسية لكن العمق نتاعو هو عمق اقتصادي. نجيك للمسألة الداخلية، يا أخي سامحني، المؤامرة تجيب على يعني المؤامرة تجيبك على المناخ الاجتماعي المتوتر، المؤامرة تجيبك على نسبة الفقر اللي قاعدة تطلع، المؤامرة تجيبك على نسبة البطالة اللي قاعدة تطلع. يا أخي شنية هالمؤامرة، هفكر المؤامرة هذه. أنا عندي إشكال كبير من أنه المؤامرة تتحول إلى أداة حكم. كنا نحكي في فترة فترات مثلا أواخر التسعينات حتى في أواسط التسعينات كنا نحكي على الإدارة الأمريكية في تلك الفترة أنه إدارة الخوف، أنه يحكم الشعب الأمريكي بإدارة الخوف. أنت شعب مستهدف من قبل العالم الكل، ونوظفوا الأدوات الخوف نتحكموا فيها كما قال قبيلة. المعطى النفسي واللي هو الفاكتور الأول، ما عادش نحكيو على معطى عقلي، نولوا نحكيو على معطى غرائزي، أنك تحرك الغريزة داخل الناس وتخوفهم من المحيط نتاعهم. كنا نحكيو في الفترة ديك على معطى الخوف، ولينا نحكيو تو في تونس في الفترة دي على معطى المؤامرة. كل شيء نفسروه بالمؤامرة. هذا يعني يبدو لي يخلينا في كسل فكري كبير برشا. نحاولوا نبعدوا على هذا. تونس راهي منطقة
يعني تنافس كبير، ومن حتى نجموا نتطرفوا شوي في معطى التنافس هذا نحكيوا على الصراع. لكن انا النقطه اللي ما حبيتهاش في الكلام تاع عبد المجيد تبون انه يوظف الملف التونسي في معركه مع المغرب. يا خويا اذا كان عندك معركه مع المغرب رفضها بعيد على الجغرافيا التونسيه وبعيد على السلطه التونسيه. اذا كان احنا يعني تعكرت الوضع في تونس، تعكر ولينا في ازمه مضاعفه في تونس، وتعقدت الازمه من اللي استقبلنا ابراهيم غالي. انا نقول لك يا سيدي الكريم توقف عند هذا الحد وشوف مسائل أخرى تحدث عليها. نحن علاقتنا مع الجزائر علاقة صديقة ودولة شقيقة، والشقيقة الكبرى قول تحب، كما علاقتنا مع المغرب كما علاقتنا مع ليبيا. ما نخليه حتى حد لسنا ولاية تابعة للجمهورية الجزائرية المحترمة واحد، ولسنا تابعين لأي دولة، نحن دولة مستقلة، عنا قرارنا سيادي، وعلاقتنا القريبة من الجزائر زاد علاقتنا قريبة من المغرب ومن ليبيا ومن كل الأصدقاء، وما نخليه حتى طرف يدخل. بالله أنا وهذه كانت ثوابت السياسة الخارجية نتاعنا راهو على طول، معناها كانت هذه ثوابت. لو يتدخل قيس سعيد حاليا ويتحدث هو ويحاول توظيف أزمة عربية، تو تشوف حجم الانتقادات اللي يتعرض له، تو تشوف حجم الجلد اللي يتعرض له قيس سعيد. سيجلد ليلا نهارا صباحا مساء ويوم الأحد بمجرد تحدث على معطى في علاقة بليبيا. شفنا شنو صار. تو عبد المجيد تبون يحب يوظف تونس في معركة مع المغرب. يا أخي برا فض معركتك بعيد علينا. واضح سامي. يا سيد احمد، هل تتعرض تونس الى مؤامره داخليه وخارجيه؟ وشنو رايك اللي قالوا تبون البارح، خاصه ربط هذه المؤامره بزياره ابراهيم الغالي رئيس الجمهوريه العربيه الصحراويه الى تونس؟ هل اقحى ما زاد تبون تنسلوا بعد السؤال تونس في معركه ليست طرف فيها بين الجزائر والمغرب حسب رايك؟ بالطبع ساعة أول حاجة نشكر الرئيس الجزائري، ومش جديد على الجزائر إنه توقف جنب تونس، من قبل مش من توا معنا العملية هذه سنين وسنين مع وقوفها بجنب. البارح بالتأكيد شنو اللي قال، اللي يهمنا ما قال على تونس. الحوار مهم جدا البارح للرئيس الجزائري تبون. نفس السؤال، تبون أقحمنا في معركة من طرف فيها احنا بين تونس والمغرب. تبون تقريبا قال الرئيس الجزائري بأنه المؤامرة بدأت بعد هذه الزيارة، معنى اللوبي المغربي متغور حتى في الاتحاد الافريقي، المغرب موجودة وفي كل هيئات الدولية. علاش أقحمنا حسب رأيك تبون في هذه المعركة؟ شوف، أول شيء خلينا نعالجوا المسألة في المكروه. نظرية المؤامرة. شوف شيء وديما هذه قاعدة في العلوم السياسية، واللي قال شوية معناها أدبيات العلوم السياسية، ديما الشعوب والدول اللي تتعمق فيها الأزمة ملجأها الوحيد نظرية المؤامرة. يتآمروا علينا النظام والسلطة اللي تعيش أزمة، ملجأها الوحيد هي نظرية المؤامرة، وبيان سور وقتها وما تبعها من جهاز مفاهيمي مصاحب، الخونة، العملاء، التجويع، التنكيل. نفس الشيء راهو حتى اللي تبون يتكلم في نفس المنطق، لأنه هو بدوره يعتبر نفسه معناها قاعد يتعرض إلى مؤامرة. بالله شوف، أول شيء فما منظومة دولية وفما منظومة كونية هي اللي قاعدة، والسيستم مونديال هو اللي قاعد ماشي معاه ضده. عندك تحالفات، هذاك موضوع آخر. فما مسألة الترتيبات. اللي يهمني يعني بدرجة رئيسية هو السيادة الوطنية. سيد الرئيس ما يتكلم لنا على السيادة الوطنية. أخي تبون ما هوش تدخل سافر في السيادة الوطنية التونسية بالمنطقة. أحمد خلينا نفهم فاش دخل تبون في السيادة الوطنية في الأعراف الدبلوماسية. هل من المنطقي ومن المعقول أنه رئيس جمهورية يتكلم على مؤامرة لدولة مجاورة؟ هذا المفروض في الدبلوماسية. تونس والتصريح كان ممتاز البارح، وسمعته بالحق وعاودت سمعته مرة أخرى كان ممتاز. بالطبع تونس فما مؤامرة تحاك ضد تونس واضحة المعالم. نبداوها بالجيو استراتيجي والجيو إقليمي. الناس توا فما ما يسمى بالتقسيم الجديد للعالم. الناس الكل تحب، امريكا حبت موقع جديد، الامريكان يحبوا يتوقعوا موقع جديد، وكان ربما ارتكزت عليها المغرب او تعكر علاقتنا مع المغرب وقت تم استدعاء رئيس جبهه البوليزايو. وهذه عاديه، راو يصير المشاكل هذه تصير ما بين الاشقاء والدول. لكن الخطير في الامر انه وقت يستغل مثل هذه الحالات، تستغل في انها تونس تتحط في مأزق او تتحط في خلينا نقولوا في زاويه باستغلال مين؟ شكون اللي يلز في هذا؟ شكون يهز هذه؟ ابناء الوطن الواحد بطريقه او باخرى، بتشكيل علاقات مع اطراف وتخريج بيانات ضد الدوله التونسيه. تذكروا وقت صارت القمه وحضر فيها معناها من جنوب الصحراء، اصبحت الناس تغرد صباحا مساء ويوم الاحد كيف يستقبله، ورغم ذلك انه في دورات سابقه كان موجودا والمغرب كانت موجوده ايضا،
ولم تصير ما تصيرش مثلا مثل هذه البلبله. نعتقد تحالف احرار واغلبيه الشعب التونسي نظن هكا والله اعلم، لا اسلم محدد باسم الشعب التونسي انه والله ماذا بينا ديما ما نقولوش اغلبيه. خلينا موقفكم انتم موقف برشا ناس، خلينا نقولوا برشا ناس يقول انه تونس هذه راهو في الجانب الخارجي. كيفاش تتم الحكايه هذه؟ اول شيء اخي تبون اكتشفها المؤامره ما هي اجهزه استخبارات. المفروض كون الاستخبارات التونسيه والاستخبارات الجزائريه تنسق. ما هي فائده انه الاعلان على مؤامره فين؟ لا تاني بيان عند شكون؟ في قناه الجزيره. اي عاد هاني توا مش نولي نفكر زاد بنفس منطق المؤامره. اماني مش نقول منطق مؤامره، هي كلمه تعجبني من عند السفير الفلسطيني يسميها الترتيبات. هي كلمه سليمه جدا، كلمه منطقيه. الترتيبات هي راهو تبون قاعد يحمي في نفسه والجزائر تحمي وهذا من حقها. نكمل لك لا ما مهم عاد انه اذا كان تربطها بالجزيره مش تربطها بتحالف ثلاثي، وهو اللي قاعد تو يتكلم على تونس اللي هو تحالف الغاز اللي يجمع الجزائر قطر